cyber world. I am the mysterious hacker profiled. Codes are my weapons, exploring the unknown cyber realm. مساء الخير عليكم. بعد ما اتعلمنا في الفيديو اللي فات ازاي نخلي الاوتبوت structured، النهارده بقى هنعرف ازاي نكتب few shot prompt. خليكم معايا. اول حاجة هنروح على الريفيو ونكتب الرأي او التويتة اللي احنا عاوزين نصنفها او نكتب زيها few shot prompt. هنا هنلاقي إن العميل بيتكلم عن اللايتنج وفي المكان وبيشكر في المكان وكده، فهنيجي هنا عند البرومبت بتاع اف اللي احنا اتكلمنا عليه قبل كده ونقول له حدد الريفيو ده إذا كان ده سيرفيس ولا كواليتي ولا امبيانس ولا برايسنج. هعمل له 4 كاتيجوري هو يختار منهم، وبعدين هنا في الريفيو هبدأ أقول له أمثلة على كل كاتيجوري بحيث إن هو يقدر يقيس أو يعرف يصنف التويتة اللي أنا بسأله عليها إزاي. أول حاجة هنا حطيت له مثال على السيرفيس الستاف وهكذا، بعد كده الكواليتي الامبيانس البرايسنج. هتلاقي كل ريفيو تحتيه اسمه الكاتيجوري بتاعته، يعني هنا في الامبيانس هتلاقي هنا الناس بتشكر في اللايتنج وفي الديكور، تحت هنا في البرايسنج هتلاقي ان التويتة نفسها بتقول ان السعر ده تمام او كويس وهكذا. فكده بيقدر النموذج يفهم يعني ايه عنوان كل كاتيجوري، يعني لو ده الكاتيجوري ديت هيصنف الريفيو ده على انه برايسنج يبقى هيقيس على اللي انا كاتباهوله ده، ودي الفكرة نفسها بتاعت الفيو شوت. هنا بقى هقول له generate الانسر في الجيسون، ده الفورمات اللي انا محدده له، وهقول له ان الكاتيجوري تكون واحده من الاربعه سيرفيس كواليتي امبيانس او برايسنج، ودايما رد بفاليد جيسون، يعني ما يكونش فيه اي سامبل اي تكست اضافي اي حاجه اوتسايد الجيسون ما تكتبهاش، ونقول له print الاوتبوت ونرن الكود وتعالوا نشوف النتيجه. هنلاقي هنا النموذج بدأ يصنف التويتة نفسها على إنها أمبيانس، لأن ببساطة الشخص في التويتة دي ذكر إن بيشكر في اللايتنج وفي المكان وكده، فهنا الكاتيجوري بناء على المعطيات اللي أنا اديتها له يتدرب عليها في الفيو شوتس، لقى إن التصنيف التويتة دي هيكون أقرب لفكرة الأمبيانس. وبكده نكون احنا اتعلمنا مع بعض ازاي نقدر نكتب فيو شوت برومبت بالكود، واستنونا في الفيديو الجاي. أنا إيمان علي ودي سايبر توكس.